طب يا جدعان خلّينا نتكلّم بصراحة، فدفاع الأهلي في كارثة، دفاع الأهلي حرفيًا في كارثة. أنت شُفت محمد هاني مش عارف بيتضغط عليه الشوط الأول في الكورة في الجون الأول بتاع حرس الحدود، الراجل مش قادر يكاتف مع الwing بتاعهم، وباظت الكورة وجات جون والاتنين قلوب الدفاع ياسر إبراهيم وياسر مرعي. إيه اللي أنتم بتعملوه في الجون الأول ده؟ الجون التاني اللي جابوه حرس الحدود، الولا بيشوط رجل طاهر بالكورة، موضوع سيء جدًا. أأكد المعلومة دي إن يعني هي مش معلومة يعني ده توقُّع شخصي إن كابتن عماد النحاس يعني هو ما هوّاش مدرب يا جدعان. الراجل لو نجح في حاجة فهو نجح إن اللعيبة بقى عندها روح، بتقاتل إنها تكسب، خايفة مننا كجمهور، بس. بس كده، لكن شغل في الملعب ما فيش. ولسه عندي رأيي ولسه عند كلامي، كابتن ميشيل يانكون اللي هو مدرب حراس المرمى السابق للأهلي، الراجل ده لازم يرجع. أنت شايف مستوى بتاع مصطفى شوبير بقى عامل إزاي؟ الراجل بقيت أنت حاسس إن هو هيتجاب فيه جون أي وقت. شُفت غلطات الشناوي بعد ميشيل يانكون بقت عاملة إزاي؟ ميشيل يانكون ده لازم يرجع يا جدعان، لازم يرجع. الموضوع بقى سيء جدًا، دفاع الأهلي سيء جدًا. فلو في ميزة واحدة للكابتن عماد النحاس فهي إن اللعيبة بقى عندها روح وبتقاتل لآخر وقت، لكن شغل فني ما فيش. وجراديشار ده يقعد دكة لمحمد شريف، بن شرقي ده دكة. السلام عليكم.